بيبدأ فيلمنا النهارده مع مجموعة كبيرة من الاتصالات بالشرطة، وكل اللي بيتصلوا كانوا بيأكدوا إن في حاجة غريبة بتحصل، زي واحدة اتصلت بلغت إن جوزها ما بيتكلمش ولا بيسمعها، وكل اللي بيعمله إنه بيتمشى في الغابة، لدرجة إن الشرطة بدأت تقلق وتحس فعلا إن في حاجة بتحصل مش طبيعية. وبعد كده بنروح للمعلم جونسون واللي بيكون عامل امتحان للطلاب بتوعه، وهم ليزي وجاك وروري وآش، لكن الأجواء بتكون مش طبيعية. وبعد ما خد منهم التليفونات وحطها في الدولاب وقفل عليها، بدأ التليفون يرن كل شوية وده سبب لهم توتر، وكمان بدأوا يسمعوا صوت طيارات كتير بتعدي من فوق المدرسة. وكل ده كان عادي جدا لحد ما جت مكالمة للمعلم جونسون، وساعتها وشه اتقلب وبدأ يبان عليه علامات التوتر والخوف، وقرر انه يخرج بره يكمل المكالمة، وخلى روري تكون مكانه. لكن بمجرد ما بيخرج بيبدأ جاك يعمل شغب وعاوز يروح ياخد التليفون بتاعه، لكن بدأوا يسمعوا في مكبرات الصوت ان حصل اغلاق لكل فصول المدرسة، والبيبان اتقفلت، والتعليمات كانت ان كل طالب موجود في فصل ما يحاولش يخرج منه ويفضل مستني التعليمات الجديدة. وده اللي بدأ يقلقهم، وراحوا شغلوا الراديو عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل بالظبط، لكن سمعوا ان في حاجه غريبه بره شبه الابواب، ولما حد بيحاول يقرب منها بتقتله، فبداوا يخافوا. وقرر جاك انه يكسر الدولاب ويطلع التليفونات بتاعتهم، وواحده منهم لقت ان امها اتصلت بيها 3 مرات ورا بعض، وده مش طبيعي لان امها اساسا عمرها ما اتصلت بيها. وفجاه بيلاقوا طائر عمال يخبط في الازاز لحد ما بيموت، وهنا بدا الرعب يدخل قلوبهم، خصوصا لما الكهرباء فصلت والانوار اتطفت. وكان راي جاك انهم لازم يخرجوا من الفصل ده، خصوصا ان المعلم جونسون خرج وكان باين عليه الخوف ومرجعش تاني. فردت ايش انه ممكن يكون معرفش يرجع اصلا وحصل له اي حاجه، وبسبب خوفهم قرروا يسمعوا كلام جاك ويخرجوا من الفصل، لكن بيتفاجئوا ان الكراسي بره مرميه على الارض وكل حاجه متبهدله. وبداوا يسمعوا صوت غريب اخر الطرقه، ولما قربوا اكتشفوا ماده سودا كبيره قافله عليهم الطريق، وبيخرج منها صوت ضعيف ومش مفهوم، وكانوا مرعوبين وبيفكروا يشوفوا طريق تاني عشان يخرجوا. لكن ايش فضلت باصه للماده دي ومركزه، وقررت تشوط كره صغيره على الارض ناحيه الجسم ده، والمفاجاه ان الكره اتسحبت لجوه بمجرد ما لمسته. وعشان جاك يتاكد من اللي شافه مسك كتاب ورماه عليها، فبيتسحب هو كمان. فقرروا انهم لازم يبعدوا عن الجسم الغريب ده ويهربوا، لكن اش كان ليها راي تاني وقالت لهم ان هم المفروض يقربوا منه عشان ممكن ينقلهم لمكان تاني، لكن روري وجاك قالوا عليها مجنونه وسابوها ومشيوا. وليزي قررت تروح معاهم، لكن خدت بالها ان اش بتقرب من الجسم ده وهتلمسه، فرجعت بسرعه تنقذها. فرجع جاك تاني وبدا يتخانق مع اش وضربها وقعها على الارض، وبدا يقرب منها علشان يعتذر لها، لكنها ضربته برجلها، وساعتها وقع على روري ووقعوا هما الاتنين ناحيه الجسم الغريب واللي سحبهم بسرعه جواه. فزعقت لها ليزي وهي مصدومه انها ازاي تعمل كده، فحاولت تقول لها انها كانت بتدافع عن نفسها، لكن ليزي ما صدقتهاش وحست اش انها فعلا غلطانه. وكل ما كانت بتبص ناحيه الجسم بتحس انه بيكلمها، عشان كده قررت انها تقرب منه خلته يسحبها. وفضلت ليزي واقفه مصدومه ومش عارفه تعمل ايه، وبتسال نفسها هل هم كده ماتوا ولا انتقلوا لمكان تاني. وبعدها بنروح للمدينه واللي بتكون فاضيه خالص ومفيش اي حركه فيها، وبنسمع الراديو بيقول المذيع ان في ملايين من البشر اختفوا في الايام اللي فاتت، ولسه العلماء لحد دلوقتي مش عارفين يفسروا إيه اللي يحصل. ومن وجهه نظر المذيع ان العلماء مقصرين في شغلهم، وكمان بينتقد الاسم العلمي اللي وصفوا بيه اللي بيحصل وسموها الابواب. لكن المذيع بيقول ان في حاجه غريبه حصلت، وهي ان في ناس رجعت تاني للواقع بعد ما اختفت. وبيسال الجمهور إيه استنتاجه للي بيحصل ده، وبيسال عن توقعهم ان الناس دي اختفت راحت فين ورجعت منين. وبعد كده بنروح لشط البحر، وبيكون واحد اسمه فيزر وواحده اسمها بيكي، واللي بيتكلموا عن اللي بيحصل وبيحاولوا يلاقوا تفسيرات منطقيه. وبيكون فيزر من رايه ان الابواب دي بتحول البشر لصخور وبيفضلوا كده للابد، او في شويه منهم بيقدروا يهربوا بطريقه معينه عشان كده بيرجعوا من تاني. وبعد كده بيسمعوا صوت غريب في الغابه وبيروحوا على هناك وبيقابلوا باقي الفريق بتاعهم، وبيكونوا مجموعه من العلماء ومعاهم مجموعه من الشرطه. لكن بيكي بتبدا تسمع اصوات غريبه كان حد بيكلمها من جوه راسها، وبيقول لها انه مش عاوز يكون حجر. وبعد شويه واحد بيجي يقف معاها، لكن بيبان ان في علامه غريبه على رقبته. وبعد شويه بيبدا ياخدوا عينات من الشجره اللي عليها الماده السوداء عشان يحللوها. وفي نفس الوقت بتبدا بيكي وفيزر وجون انهم يلبسوا البدل بتاعتهم عشان يدخلوا جوه الماده، لكن طبعا بيكون ليهم نظام معين وعدد دقائق معين لازم يخرجوا قبل ما تخلص. وبيكونوا قلقانين في الاول، واول ما بيقربوا من الماده بيلاقوا نفسهم دخلوا بكل سهوله، وبيلاقوا نفسهم في اوضه فيها 3 ابواب، فكل واحد فيهم بيقرر انه يدخل باب منهم، ولازم يرجعوا يتجمعوا بعد اقل من 12 دقيقه. فبيدخل جون باب منهم وبيلاقي طرقه طويله، وبيبدا يصور كل اللي بيشوفه. وفجاه بيسمع صوت بنت بتعيط، فبيقرب بكل حذر عشان يدخل، وبيلاقي بنت قاعده على السرير وبتعيط. فبيقول في المايك بتاعه انه دخل اوضه ولقى بنت على السرير وشكلها كان حقيقي، وبيقول انه شايف ورد كتير في كل حته في الاوضه. وبيقرر يسالها عن اسمها، فقالت له انت ازاي نسيت اسمي
وعرفته ان اسمها روز. وبعدها بنروح لبيكي واللي الباب بتاعها بيدخلها المطبخ، وبتبدا توصف المكان للي بره، وبتعرفه ان المطبخ كله متلون ابيض والمعالق والسكاكين مرصوصين بطريقه مثاليه، وازايز الاطفال مرصوصه بالمقلوب. وبتتفاجئ لما بتلاقي عربيه اطفال بتتحرك لوحدها، فبتقرب منها وبتلاقيها فاضيه، واول ما بتوقفها بايديها بتسمع اصوات كتيره غريبه حواليها. وبعدين بنروح لفيزر واللي الباب بتاعه بيدخله على اوضه من طراز الثمانينيات، وبيلاقي جوائز فريده محطوطه على السرير، والساعه بتكون ثابته على 3. وكمان بيلاقي تمثال غريب لونه ابيض، وبيلاقي باب تاني ولما بيدخلوا بيلاقي ساعته ثابته على الساعه 6. وبيلاقي تمثال تاني لكن باين عليه حزين اكتر من اللي فات. وبيدخل الاوضه اللي بعدها وبيلاقي الساعه ثابته على 9، والتمثال اللي فيها مشوه شويه. اما الاوضه اللي بعدها بيلاقي ان التمثال متشوه خالص وملامحه مش باينه. وبنرجع لجون واللي فجاه بيسمع صوت حد بيقول له ساعد البنت، ولما بيبص وراه بيلاقيها في حاله صرع، فبيخاف وبيروح يحاول يساعدها. وفجاه بتهدى وبتبص له بصه مرعبه، فبيسيبها وبيمشي. لكن بيسمع نفس الصوت تاني وبيقول له انت لازم تجيبها، وبيلاقيها بتقول له ما تسيبنيش. اما بيكي فبتلاقي فجاه واحد واقف وبيسالها عامله ايه، فبتستغربه وبتساله انت مين. لكن اول ما بيبص لها بتلاقي وشه عباره عن نفس الماده اللي دخلوها. وبيقرب منها فجاه بطنها وجعتها، فقال لها خلي بالك عشان الطفل. فخرجت مسدسها ناحيته، لكن فجاه المكان بيتغير وبتلاقي انه اللي قدامها فيزر، والمسدس اللي ماسكاه مجرد لعبه. وبيحاول يهديها، ولما بتساله عن الباب قال لها ان الكلام ده عدى عليه 3 سنين. اما فيزر فبيجيله تحذير ان فاضل 5 دقايق. فلما بيحاول يخرج بيلاقي ان الاوض اللي دخلها كلها فيها اشخاص نايمين على السرير، فبيهرب منهم بسرعه. لكن جون قرر انه يرجع للبنت، لكن فجاه وشها اتغير ولقى ورد كتير بيدخل الخوذه بتاعته، فبيحاول يهرب لكن ما بيقدرش، والورد بيخنقه وبيقع على الارض جنب السرير. بعد كده بنرجع لبيكي اللي بتحس فجاه ان بطنها بتكبر وانها على وش الولاده، لكنها بتكون مصممه انها تهدد اللي قدامها بالمسدس. فسالها هتقتليني بلعبه، فسمعت تحذير ان فاضل 3 دقايق، فعرفت ان الماده بتحاول توهمها فضربته بالنار. اما فيزر فبيقدر يخرج من كل الاوض اللي دخلها، لكن بيلاقي نفسه في اوضه جديده، وبيتفاجئ ان في صوره ليه مع بيكي محطوطه على الترابيزه. وبيتفاجئ اكتر لما بيشوف نسخه منه، فبيساله انت مين، لكن النسخه هي كمان بترد عليه بنفس السؤال. وفجاه بيظهر نسخه ثالثه طالعه من السلم، لكن فيزر بيقول لهم انه الحقيقي لانه لابس بدله وانهم مجرد نسخ. لكن لما بيحس انه بدا يتوه قال في المايك لبيكي ان في مشكله وعاوزها تساعده. لكن بيكي اول ما بتوصل للاوضه بتتفاجئ ان في 3 من فيزر، ولقيت نفسها مش لابسه البدله ولا في حد من ال3 لابس البدله. وهنا هي ما بقتش قادره تفرق مين فيهم الحقيقي، خصوصا ان فاضل دقيقتين بس ولازم يخرجوا. فبتلاقي واحد فيهم بيتكلم كلام غريب، وبتعرف انه اكيد مش الحقيقي، فبتضربه بالنار. اما الاتنين التانيين فبيبداوا يحكوا لها عن تفاصيل خاصه بينهم، لكن المشكله ان الاتنين عارفين، لحد ما واحد فيهم قال لها ان مش هو الحقيقي وانها ممكن تقتله، لكن عرفت ان هو الحقيقي فقتلت التاني. وبعدها بنروح للراديو والمذيع بيقول انه عدى اسابيع على الكارثه، وان الحكومه والعلماء فشلوا يسيطروا على الموقف، وان الطيور بدات تنتشر والاقمار الصناعيه بدات تقع، والطقس بدا يتغير بسرعه بطيئه غريبه، ونص سكان العالم مفقود. وبيكون تفسيره ان الطبيعه ما بقتش تحب البشر زي الاول وبدات تقلب عليهم، لكن على الاقل هم محتاجين اجابات عن الاسئله اللي مش عارفينها، وهي ان ايه اللي بيحصل ده وامتى بدا بالظبط، ويا ترى نهايته هتكون ايه. وبعدها بنروح لواحد اسمه جمال اتكنز واللي بيكون عايش لوحده في كوخ في الغابه، وبيسمع الاخبار لكن بيتضايق من ان كل يوم بيسمع نفس الكلام. فبيخرج للغابه وبياخد الكاميرا بتاعته وبيبدا يسجل فيديو، وبيبدا يتكلم كانه بيكلم واحد صاحبه، وبيبدا يعدل في الترددات. وفجاه بيسمع ان الماده بترد عليه، فبيبدا يتوتر وقرب منها المايك وهو بيصورها، وبيحاول يعرف منها هي مين وجت منين. فردت عليه انهم من الفضاء وجايين عشان يحدثوا كوكب الارض ويأرشفوا البشر، فما بيكونش مستوعب اللي بيسمعه. وفجاه لقاها سكتت وما بتتكلمش تاني، فبيرجع الكوخ بتاعه وبيبدا يفكر في اللي حصل، لحد ما الباب بيخبط وبتجيله واحده اسمها كاسي ومعاها زميلها ليو. وبيكون واضح على جمال انه متضايق لما شاف ليو، وبنعرف ان كاسي عالمه زميلته لكنه اترفد من الشغل لانه كان بيتكلم عن غزو فضائي من 3 سنين، وقال لها انه اتصل بيها عشان بيثق فيها وانه كان عاوزها تيجي لوحدها، لكنه قال بما ان كاسي بتثق في ليو فهو كمان هيثق فيه. وقال لها ان عنده باب وما بلغش الشرطه، فعرفته ان اللي بيعمله ده خطير، لكنه اقنعها انه وصل لمعلومات مهمه جدا وانها لازم تيجي تشوف بنفسها. وهم في الطريق كان دايما ليو بيحاول يقلل من جمال، وقال له يعني انت
وصلت المعلومات المهمة جدا، وعرفت الابواب دي جت منين لوحدك، والحكومة بمليارات الدولارات اللي معاها والتكنولوجيا معرفوش. لكن جمال ما كانش بيرد عليه، ولما وصلوا وشافوا الباب راح جمال واتكلم معاه، واول ما كاسي سمعته ضحكت وكانت فرحانة جدا بالانجاز ده. لكن ليو كان بدأ يتضايق ويقلق كمان، فاتحرك من جنبهم وطلع تليفونه علشان يتصل بالشرطة. وبدأت كاسي ساعتها تتكلم مع الباب وقال لها انه جاي عشان يعمل ارشفة للبشرية. لكن كاسي ما همهاش الكلام ده، وقالت لجمال انهم ممكن يستخدموا الباب عشان ينقل لهم كل خبرته في عالم الفلك، ويكون البشر فعلا عارفين كل حاجة عن الكون اللي عايشين فيه. ولما سألته عن اسمه قال لها ان اسمه لاماج، وبتلاحظ ان لاماج هو اسم جمال لكن معكوس. وبدأت كاسي تقرب من الباب وهي مبهورة، لكن فجأة لقت واحد من الشرطة وراهم وخرج مسدسه وهدد جمال بالقتل، وبيكون الضابط ده صاحب ليو. فكاسي بقت متضايقة منه جدا، لكن اول ما الضابط سمع ان الباب بيتكلم خاف وعلى طول اتصل بالدعم، فضربته كاسي من ظهره فتهور وضرب نار، لكن الرصاصة جت في ليو وقتلته. فاتضايق وكان عاوز يقتل جمال، لكن فجأة اتضرب من ظهره ووقع على الارض ميت. وساعتها بيسمع جمال وكاسي الباب وهو بيقول ان جه وقت التحديث، وبدأت تظهر اجسام غريبة بتقع من السماء على الارض. وبعد كده بنروح لمكالمة فيديو بين واحد اسمه بول واللي بيتكلم عن الابواب مع واحد اسمه دكتور برايس، واللي بيقول انه عرف حقيقة الابواب، وبدأ يعرفها انها مجرد الوعي الكوني بتاعنا، وانها موجودة في الارض عشان تطهرنا عن طريق التدخل في الوعي البشري، وتعرف مين فينا الصح ومين فينا الغلط وتحاسبه. وما كانش بول مستوعب كلامه، فسأله انت شايف ده صح ولا غلط؟ لكن برايس رد عليه وقال له ايا كان فانت مش هتقدر تمنعهم او توقفهم. وهنا بنعرف ان برايس قدر يتواصل مع الابواب زي ما عمل جمال، وبدأت الابواب تسيطر عليه وعلى افكاره. وفي الاخر قال لبول انك لازم ترحب بقوة الابواب دي جواك. وفجأة الاتصال بيعلق، وبيبدأ بول يعمل حركات غريبة لحد ما بيهدى وبيقلع هدومه وبيطلع على السلم، وبيسيب اللايف مفتوح. وفي الاخر بيضحك برايس وبيقول له اهلا بيك، وده معناه ان الابواب دي بتبدأ تسيطر على البشرية واحد ورا التاني لحد ما فعلا هتقدر تتحكم فيه. وهنا بيخلص فيلمنا على كده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وتسيب لنا رأيك في الكومنتات. سلام.